السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم في صندوق المعرفة. سمعت قبل كده عن وادي اسمه وادي الموت؟ وإيه حكاية الأحجار اللي بتتحرك لوحدها من مكانها لما تعرف إن درجة الحرارة في العادي بتاعها 52 درجة، وإن أعلى درجة تم تسجيلها على كوكب الأرض كانت في المكان ده؟ طبعا أكيد مكان شبه كده هيرتبط بيه حواديت وحاجات كتير. النهاردة بقى جايب لك 7 معلومات عن وادي الموت. بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنساش تعمل اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديدنا. رقم 1، أعلى درجة حرارة على كوكب الأرض. وادي الموت مكان موجود في أمريكا، تحديدا في ولاية كاليفورنيا، وبيمتد كمان جزء منه لولاية نيفادا. طوله حوالي 209 كيلو متر، وعرضه بيوصل لحد 25 كيلو، يعني مساحته بتوصل لأكتر من 5000 كيلو متر مربع. من أكتر الأماكن جفافا ومن أكتر الأماكن انخفاضا وسخونة على وجه الأرض، بينخفض حوالي 85 متر تحت مستوى سطح البحر، وبتوصل درجة الحرارة فيها لحد 52 درجة مئوية. وأعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الكوكب كانت في المكان ده سنة 1913 لدرجة حرارة 57 درجة مئوية، ودرجة الحرارة بالليل بتبقى متوسطها 38 درجة مئوية. سنة 2020 وسنة 2021 تم تسجيل درجة حرارة 54.4 درجة مئوية، وطبعا القياسات دي بتبقى في الظل ومش تحت إشعة الشمس مباشرة. تخيل بقى درجة الحرارة دي تبقى كام تحت الشمس. رقم 2، الصخور المبحرة. الناس سمعت الظاهرة دي الصخور المبحرة، يعني الصخور اللي بتمشي لوحدها. طبعا الظاهرة دي في وادي الموت، وطبعا الوادي ده في مساحة أرض كبيرة ومستوية بشكل غريب ومعلهاش أي رمل، منطقة طينية جافة، ولكن بعض الصخور كده المتفرقة هنا وهناك. لحد هنا تمام. المهم بقى ان في اثار للصخور دي في التربه، وكأن حد بيزقها او بتمشي لوحدها في الارض، وما فيهاش اي اثر غير اثر الحجاره دي على الارض، اكنها فعلا ماشيه لوحدها، يعني ما فيش اثار لجر عربيه ولا حيوان ولا انسان ولا اي حاجه. وطبعا ده لغز حير العلماء لسنوات طويله جدا. وسنه 2014 وكاله ناسا نزلت تفسير للظاهره دي، مع ان ناس كتير ما اقتنعتش بيها، وفي ناس برضو مش مقتنعين بتفسير وكاله ناسا ان الجليد والرياح والبكتيريا هي اللي بتحرك الصخور دي، وان في صفائح كمان من الجليد كانت متكونه وذابت، فتحركت الحجاره عليها بفعل الرياح والبكتيريا. رقم 3، العديد من مدن الأشباح. وفي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ظهر عشرات المدن للتعدين داخل وادي الموت ده بعد اكتشاف الذهب والفضة في الوادي. طبعا احنا في المنطقة دي بنتكلم عن الغرب الشرس اللي شفناهم في الأفلام الأجنبي اللي كله ضرب نار وقتل وأفلام الكاوبوي والقصة دي. وكانت المدن دي العادي بتاعها انه يحصل جريمة قتل واحدة على الأقل كل أسبوع أثناء فترة إصدارها. وعايز اقولك ان لسه بقع الدم وثقوب الرصاص موجوده على مبانيها لحد دلوقتي. كل المدن دي معظم مبانيها من الصفيح والخشب. تخيل كده مصدر المدن دي هيبقى عامل ازاي. اكيد طبعا هيبقى مخيف. كل المدن دي مهجوره حاليا، بس سنه 2018 تم عرض مدينه منهم للبيع، وبعض المستثمرين اشتروها علشان يعملوها مزار سياحي ويسوقوها كمان لمكان للتصوير ومشاهد الافلام. المدينه اتباعت ب1.5 مليون. يلا حلال عليهم. رقم 4، مشاهد من حرب النجوم. أكيد طبعا مكان زي ده هيبقى مكان مثالي لتصوير مشاهد من سلسلة أفلام حرب النجوم، وأكيد معظمنا عارف سلسلة الأفلام دي. تم اعتماد المكان ده لتصوير معظم مشاهد الجزئين سنة 77 و82. طبعا مش هفهمك بقى هوس الأمريكان بسلسلة الأفلام دي، وإن أماكن التصوير بتاعت الجزئين دول بقوا مزار سياحي ليهم، وإن في أمريكان كتير عندهم هوس بالمكان ده. طب والله الأمريكان دول رايقين جدا. رقم 5، قلعة سكوتي. على مساحة 1500 فدان بدأ واحد اسمه والتر سكوت ببناء القلعة دي سنة 1922 بتكليف من راجل الأعمال اللي اسمه ألبرت جونسون. طبعا فيها مباني كتير مبنية على الطراز الأسباني. قصتها بقى إن سكوت ده كان نصاب كبير في التاريخ الأمريكي، وأوهم الناس اللي هو عنده مناجم ذهب، وكان منهم الأخ جونسون. المهم سكوت ضحك على جونسون وخلاه يبيع القلعة دي، وأقنع الناس إنها كمان بتاعته. وجونسون حاول كتير اللي هو يثبت إن المنطقة دي كلها ملكه، ونجح في الآخر. فالناس بقى كده مكافأة لسكوت تسموا القلعة باسمه. والله عالم غريب جدا، ولسه لحد النهارده لسه بيزوروها. رقم 6، فوهة يوبا هيبي. عبارة كده عن حفرة غريبة وقطرها حوالي 1 كيلو متر وعمقها 200 متر، واخدة شكل مخروطي. طبعا المكان ده كان بيمثل الهنود الحمر، حاجة مهمة جدا في الثقافة بتاعتهم. وطبعا في ناس مهووسة بالأماكن دي، خصوصا بقى ان ألوان الحمم البركانية المتجمدة من آلاف السنين مدية منظر فريد جدا للمنطقة دي. رقم 7، حفرة الشيطان. اكتشف العلماء حفرة الشيطان، وهي سلسلة من الممرات الضيقة، وفي نهايتها بركة مياه صالحة للشرب تحت سطح الوادي. حجمه كبير للغاية ويمتد ليصل إلى لاس فيغاس، ويحتوي مخلوقات نادرة عاشت فيه لأكتر من 10,000 سنة. وكان في حاجة غريبة كده بتحصل في الكهف ده، إن أي زلزال في أي منطقة في العالم بتتسبب في حركة المياه اللي في البحيرة دي،
طبعا في ناس قالت ان شافت الميه بتعلى لحد 2 متر. الكلام ده خلى ان سنه 1952 يتم محاوله عمل دراسه للقصه دي، وارتبط المكان ده فعلا بالزلزال حول العالم. المهم ان العلماء ما عرفوش يثبتوا شيء بخصوص الموضوع ده، وارتباط اهتزاز الميه داخل البحيره بالزلازل حول العالم. بس في اسماك بقى بتعيش في الشكوك المائيه دي في درجه حراره بتوصل ل 90 درجه مئويه، فسبحان الله. طبعا وادي الموت فيه كائنات حيه عايشه ومتاقلمه في البيئه الصحراويه الجافه دي، يعني في طيور وزواحف وحيوانات، منها اسود الجبال واغنام وانواع مختلفه من السحالي والتعابين. وسلحفه عجيبه اسمها السلحفه الصحراويه عندها قدره كده عجيبه لتخزين المياه. لو انت عجبك فيديو النهارده يا ريت تنزل تكتب لنا الكلام ده في الكومنتات، واحنا هنحاول باذن الله نعمل فيديو عن الحيوانات اللي عايشه في وادي الموت وازاي كمان متاقلمه وعايشه في البيئه دي، علشان تشوف الكائنات دي بقى وتقول سبحان الله. وما تنساش كمان تقول لنا في الكومنتات لو انت اتعرض عليك اللي انت تزور حتى لو زياره مجانيه لوادي الموت هتروحها ولا لا. ولحد هنا يكون خلص فيديو النهارده. ما تنساش بقى دعمك لينا واشتراكك في القناه علشان يوصلك كل جديدنا.